بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا بقى قلنا النهارده مفيش عندنا بقى عيش النهارده. قلنا ايه؟ نعمل لنا كماكتين كده. اول حاجه جبنا 2 كيلو دقيق، وجبنا لبن، وجبنا خميره، وجبنا بقى عملنا بزيت مش بسمنه، عملنا كماك بزيت، وجبنا كيس خميره وكيس بيكنج باودر، وعجننا بقى بالحاجات اللي انا قلت لكم عليها. وبعد كده سيبناها لما خمرت، وجبناها بقى قرصناها كده وبططناها اهوت بالدقيق برضو. رشينا كده شويه دقيق برضو واحنا بنبططها يعني ونخبزها اهوت. وخبزنا بقى الكميه اللي انتوا شايفينها ديت. هنخلص بقى بقيه الكميه، هنقرص بقيه الكميه اللي معانا انا ووالدتي. قعدنا بقى والدتي بقى هي اللي عجنت وقرصت وبتخبز زي، وانا كنت بخبز برضو معاها بساعدها يعني. وبعد كده بقى طلعنا ولعنا الفرن حمناه، وجبنا بقى الصينية ورصينا فيها الكماج ودخلناه بقى في الفرن وعملناه زي ما انتوا شايفين كده. طريقته سهلة جدا. بتجيبي 2 كيلو دقيق ولبن تبع المتوفر معاكي، لو عندك نص كيلو برضو حطيه. وضفنا بقى شويه ميه بسيطين كده عليهم، شويه ميه وشويه زيت. ما جبناش خميره، ما جبناش سمنه، جبنا زيت. عندك سمنه برضو ممكن تعمليها بسمنه. جي نص كوبايه زيت كده ضفناها على العجين واحنا بنعجنه، وخميره وكيس بيكنج باودر. دي المكونات اللي احنا حطيناها في الكماج. وفي ناس بيعملوا الكماج برضو بسمنه او بزبده. احنا بقى يعني النهارده متوفر معانا سمنه، حطينا زيت، قصدي حطينا زيت. تبع الرغبه برضو. في ناس بتتعب من السمنه ما بتعملش سمنه، بتحط زيت، والزيت بيبقى خفيف على المعده عن السمنه. تبع ما انت حابه بقى حطي زيت، سمنه، زبده، المتوفر معاكي واللي انت شايفاه حلو ليكي اعمليه. قرصنا بقى الكميه اللي معانا زي ما انتوا شايفين كده اهوت. احنا بقى قلنا النهارده كان عندنا عيش بقى بايت عندنا بقى له يومين، فقلنا بدل ما ناكل عيش بايت بقى قلنا نعمل لنا كماكتين كده طريين، وعملناها في البيت على ايدك وعارفه مكوناتها انت اللي حطاها بايدك. وقلنا بقى نعمل حاجه طازه كده وسخنه ناكلها كده، نتغدى منها، نتعشى منها، تبقى حاجه في البيت طازه بدل ما ناكل عيش بايت. العيش بقى البايت بنحطه بقى للبط اللي عندنا. وعملنا كده كماكتين سخنين كده وحلوين اهوت. انا بقى بساعد مع والدتي، قرصنا بقيه الكميه اللي معانا اهوت، بنبططها بقى نخبزها يعني على الصينيه كده، وبنرش عليها شويه دقيق كده اهوت. هنخلص بقى الكميه ونطلع بقى نولع الفرن. وانا قاعده عند والدتي بقى، بنطلع فوق على السطح بقى نولع الفرن في شقه اخويا كده. نولع الفرن بقى نحميه الاول، وبعد كده بندخل بقى الكماج في الفرن. بنهدي النار بقى من تحت بعد ما الفرن بيسخن، وبندخل الصينيه بقى في الفرن لغايه ما نخلص الكميه اللي معانا. وبالشكل ده طلعنا اهوت، ولعنا الفرن حماناه، والتي قاعده بقى تعمل هي الكماج اهيت. مولعين بقى الفرن اهوت من فوق ومن تحت. هنعمل بقى الكميه اللي معانا. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، قلت اصور لكم بقى والدتي النهارده وهي بتعمل الكماج. عجبكم الفيديو بقى وعجبكم الكماج بتاعنا النهارده، يا ريت ما تنسوناش باللايك، وتشيروا بقى الفيديو ده وترفعهولي عشان والدتي هي اللي عامله الكماج النهارده. متنسوناش بقى باللايكات عشان اللايكات هي اللي بترفع الفيديو. مع السلامه يا حبايبي، اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه. قولوا لي ايه رايكم في الكماج اللي احنا عملناه النهارده. عندنا بقى باميه، هناكل الكماج النهارده بالباميه. اهو الكماج اهوت. عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك. مع السلامه.